النهاردة أنا هعمل الكشري المصري بطريقة سهلة جدا. الكشري المصري من أحلى الأكلات، عشق الكبار والأطفال. الكشري المصري عشق الملايين. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. أنا هسلق المكرونة، المية غلت على البوتاجاز. هضيف معلقة ملح. أنا هستخدم المكرونة اللي هي بتبقى الدراع. هضيف عليها مكرونة سباكيتي أنا كسرتها. في الوقت ده أنا بسلق الحمص، كنت نقعها 6 ساعات. هحضر البصل، معي 4 بصلات قطعتهم نصين. انا هستخدم قطاعة الشيبسي علشان يبقى كل البصل حجم واحد. هضيف على البصل 3 معالق كبيرة نشا. هغلف البصل بالنشا علشان يبقى كريسبي وباخد لون جميل. ما عندكيش نشا استخدمي دقيق. الزيت غلى على البوتاجاز، هنزل بجزء من البصل. البصل ياخد اللون الذهبي. هقلب في البصل كده اللون جميل جدا. هطلع البصل في مصفى وما تغطيش البصل علشان يبقى كريسبي طول الوقت. نفس الزيت انا هستخدمه، هصفيه وهستخدمه تاني. المكرونة اتسلقت، انا صفيتها. هضيف عليها معلقتين زيت علشان تبقى مفلفلة ما تبقاش معجنة. هروح على البوتاجاز في الحلة، هنزل بالزيت. هنزل بالشعرية، ده نوع الشعرية اللي انا استخدمته. ما تستخدميش الشعرية اللي هي بتبقى رفيعة قوي. نوع الشعرية ده بيبقى سميك شوية، بيبقى طعمه حلو في الكشري. الشعرية تاخد اللون الذهبي الجميل ده. هنزل بالرز، انا غسلاه ومصفيه. هشوح الرز مع الشعرية وهضيف العدس. العدس انا كنت نقعاه 6 ساعات، غسلته وصفيته. انا مش سلقاه، نقعاه بس. هنزل بالعدس، هشوح العدس مع الرز والشعرية. هضيف التوابل، معلقة ملح كبيرة او على حسب احتياجك، نص معلقة فلفل اسود، نص معلقة كمون. دي كل التوابل اللي هستخدمها. هضيف مية بتغلي. المية ما تكترهاش علشان العدس مش محتاج مية، والشعرية ما بتاخدش مية كتير. المية للرز بس علشان الرز يبقى مفلفل، ما تكتريش المية. هحضر الصلصة بتاعت الكشري. انا هستخدم العلب الجاهزة علشان لون الطماطم مش حلو. ده النوع اللي انا هستخدمه طماطم مبشورة، تبقى طماطم مبشورة. انا هستخدم علبتين. هضيف عليهم علبة الا ربع مية علشان تبقى السمك جميل. هضيف معلقة صلصة كبيرة عشان يبقى لونها حلو. هضيف نص معلقة ملح، نص معلقة صغيرة فلفل اسود، نص معلقة صغيرة كمون. هضيف نص معلقة صغيرة سكر عشان الصلصة. هضيف معلقتين خل. هضيف معلقة كبيرة بابريكا تدي لون جميل. هغطيها لحد ما تتسبك واحضر الطشة في طاسة. هنزل بالزيت، هنزل بالثوم، الثوم ياخد اللون الذهبي. هضيف رشة ملح، رشة فلفل اسود. هضيف نص معلقة صغيرة كزبرة. الثوم ياخد اللون الذهبي الجميل ده. هنزل بيه على الصلصة. شايفة اللون جميل جدا. هنزل بيه على الصلصة. في نفس الطاسة اللي استخدمتها هنزل بالزيت. هحضر الصلصة اللي هي بتبقى سبايسي، الدقة السبايسي. هضيف نص معلقة كبيرة او نص معلقة صغيرة شطة. هضيف نص معلقة
بابريكا يتشوحوا. هنزل بكبشتين من الصلصة اللي انا عملتها كده. الدقة السبايسي جاهزة. هحضر الدقة اللي هي بالثوم والخل والليمون. هنزل في الطاسة، هنزل بالزيت، هنزل بمعلقة توم. انا عايزة التوم يطلع ريحته، انت ممكن تعمليها على البارد لو حابة، بس انا هطلع ريحة التوم. هضيف فنجان عصير ليمون وفنجان خل، رشة ملح ورشة فلفل اسود، رشة كمون. هضيف كوباية من سلق الحمص، بتخلي طعم جميل جدا. سلق الحمص، خلي المية واستخدميها كده، هي جاهزة كده. الاكل بتاعي جاهز. شايفة الرز مفلفل وجميل هو، والشعرية والعدس بتبقى كل واحدة لوحدها، مش معجن وجميل جدا. ما تكتريش المية علشان الرز ما يبقاش معجن. احلى كشري تعمليه بايدك في البيت، جميل جدا. شايفة الرز جميل جدا. هضيف الحمص. طبعا الوجبة اللي معايا دي فيها 2 بروتين نباتي، العدس والحمص. هضيف المكرونة. شايفة البصل كريسبي وجميل جدا، لونه جميل. شايفة لون الدقة خطير. احلى كشري هتعمليه بايدك في البيت. شايفة الجمال ولا اروع. احلى كشري بجد، روعة. طريقة سهلة جدا والطعم ولا اروع. شايفة الجمال. احلى طبق كشري تعمليه بايدك في البيت. هضيف الدقة، هضيف الدقة السبايسي، جميلة جدا. وإن عجبك الفيديو لايك وشير، اكتبي له كومنت. لو ما عملش فولو اعمله فولو علشان يوصلك شعر باي فيديو جديد ينزل. تابعيني على قناة اليوتيوب مطبخ مرمر، فعلى الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة. شجعيني بأي كومنت بأي لايك. اشوفك في فيديو جديد.